أوضة نومي، بما إني راجل زملكاوي أحب أقول لكم إن الأهلي دلوقتي ماشي بمبدأ إيه؟ أنا معايا فلوس وكلها بضاعة ومعروضة للبيع، فماشي بيشتري في أي حاجة. الأهلي عمل المبدأ ده قبل كده ودخل الزمالك في 10 سنين أسود من أي حاجة ممكن تشوفها في حياتك. خلى الإسماعيلي ملوش لازمة، خلى المصري ملوش لازمة، الترسانة ملهاش لازمة، حرس الحدود، غزل المحلة، إنبي، الفرق بتاعت اللي كنا احنا بنتفرج عليها زمان ديت. الأهلي بيخش الدوري بيلم كل اللعيبه اللي في الدوري، كل اللعيبه اللي في الفرق، وما بيديش فرصه لحد ان هو يشتري. يعني مش سايب لك اصلا لعيبه عشان تشتريها، ولو سبت لك لعيبه هسيب لك لعيبه الكسر. روح العب انت معاهم يا حبيبي، شوف هتعرف تقنعهم بايه. وبيرفع سقف المرتبات، يعني مش سايبهم لك مثلا ان هم حاجه رخيصه او كده، لا ده بيروح يشتري لعيبه ملهاش اي عازه ويدفع فيها ارقام. اللي هو لو عايز تعرف معنى كلمه غسيل الاموال، تابع صفقات الاهلي. دي حاجه غير ان انت لسه داخل كاس عالم. كل ما اتكلم حد في بتوع الاهلاويه وكده، هما بالمناسبه جمهور تحس ان هو ما بيفكرش. الجمهور الاهلي دوت تحس ان هو ما بيفكرش. يعني 60% من الاهلاويه اللي بيفهموا كوره، 40% ما لهمش علاقه بالدنيا اصلا، عايشين في المهلبيه. تقول له الاهلي بيجيب الفلوس دي كلها منين؟ يقول لك يا عم ده انا داخل كاس عالم. انت ما تعرفش الفلوس اللي جايه من الفيفا قد ايه. هو الفيفا بعت لك حته اثار في ايه يا عم؟ مالك؟ ده انت باخرك او 10 مليون دولار يا عم، مش هيتكلم. انت جايب اصلا صفقات الناس اللي جايه من بره، اللي هو بن شرقي وزيزو وتريزيجيه والناس دي، انت دافع فيهم ال 10 مليون اللي انت بتتكلم فيهم. الاهلي حرفيا في غسيل اموال، وهو بينقب لا اثار. فاهم؟ يعني هو بيعمل الاستاد الجديد دوت بقى، لا اثار تحت الارض، لا حاجه تفهمش دايره معاهم ازاي يعني. المهم ان هو بيصفي الفرق اللي حواليه كلها، وهيجي بقى مثلا الموسم الجاي يقول لك انا مش لاقي منافس، اصل الاهلي منحدر، اصل الاهلي مش عارف ايه. اهلي مين يا عم؟ ما انت واخد اللعيبه كلها. انا المفروض كفرقه تانية انا المفروض اعمل ايه؟ يعني اروح اجيب لك لعيبه منين؟ مش فاهم انا. يعني اطلع الناشئين بتوع الفرق الصغيره؟ دي انتوا عالم جحده. الزمالك بقى له 3 مواسم بيطلع الناشئين بتوعه، انت ما سبتهمش في حالهم، لا ده انت بتاخدهم وتشتريهم. طب جبنا واحد من غزل المحله ملوش لازمه، لا هاته هجيبه هاخده منك برضه عادي. ويجي يقول لك المنافسه الشريفه. دي انت فرقه، يعني فرقه بتلعب بالحكام ماشي، بتتكلم مع اللعيبه بتاعت الفرق التانية وانت رايح تلعبها ماشي، بتشتري بفلوس ما بتفهمش جايه منين ماشي، اتحاد كوره ماشي، نادي الدوله. وعايز تخش في تقول لي منافسه ومش منافسه؟ والله العظيم يا جدعان انتوا بتهزروا. نادي الزمالك ده، ونادي الزمالك شخصيا ما فيهوش اداره. نادي ما فيهوش اداره، ما فيهوش لعيبه، ما عندوش رموز مثلا ولعيبه قديمه والكلام ده كله، لا هو كل اللي جاي داخل ياكل. يعني نادي الزمالك دوت انت خلاص كده انت ما تشجعش كوره، انت تتفرج على ريال مدريد وبرشلونه، اتفرج على الدوري الانجليزي. لكن اهلي وزمالك والجو ده لا، مفيش منه الكلام ده. ومفيش واحد يتفرج على الاهلي يقول اصل بيلعب كوره حلو. واحد لامم اللعيبه بتاعت الدوري المصري كلها، ده شمال افريقيا كله، انت لامم افريقيا كلها بتلعب بيها، فايه يا عم مالك يا عم؟ الاهلي لا، ولسه بيشتري لعيبه، يعني لسه بيلم لعيبه وبيشتري لعيبه. رايح ياخد اللعيبه بتاعت غزل المحله اللي خلاص مش عارف. العيال بتلعب، هتسيبهم يا حبيبي في حالهم؟ لا. طب البنك الاهلي هتسيبه في حاله؟ لا. فاركو لا، سيراميكا لا. انت اي حد عنده لعيب بيجري هاته، لحسن يروح الزمالك يتالق ولا حاجه، ولا يلعب كوره.